قد يعمد تانك شو لنصب كمائن لنا في العاصمة، لذلك فتشوا جيدا. لابد أن يكون جيش تانك شو قد غادر إلى الجبال السود يوم أمس. لقد خطط بعناية فائقة، أخذ السكان رهائن. أرجوك لا تدع الفرصة فالوقت ضيق، دعنا نطارده إلى الجبال في الحال يا سيد القائد. لماذا؟ لا يمكنهم أن يسيروا بسرعة كبيرة، فالإمبراطور والسكان معهم، ولذلك نستطيع أن نلحق بهم إن سرنا وراءهم بسرعة. الجنود متعبون، لذلك عليهم أن يرتاحوا. ثم إننا دخلنا العاصمة أخيرا يا تسوتسو. العاصمة؟ لا شيء هنا إلا النار الملتهبة. تانك شو خائن وضيع، فقد هدد الإمبراطور وسبب الآلام للناس وأحرق العاصمة، وإذا بنى عاصمة جديدة ستستمر المعركة. يجب أن نهاجم بسرعة كبيرة ونقضي عليهم فورا، وأنا أرى بأن قرارك. لن أسمح بأي نقاش معي. هيا اجمعوا الجيش في دقيقة واحدة. حاضر. هيا إلى الاجتماع. هيا استعدوا، سنطارد جيش تانك شو حالا وسنقاتل وحدنا. إن كان لدى أحدكم أي اعتراض فليتكلم الآن. ما الأمر؟ قولوها بصراحة، من لديه اعتراض؟ القائد عبد الرحمن. سمعت أنك ستطارد جيش تانك شو وحدك، هل هذا صحيح؟ فعلا. أرجو منك أن تنضم مع جنودك الشجعان إلينا، وذلك لنشعر بالاطمئنان أكثر ونتمكن من تانك شو بسهولة ويسر. ماذا تقول يا عبد الرحمن؟ ألا تعلم أن قوات القصاص تعمها الفوضى والدمار؟ وأنا أرى أن القائد الأعلى شاو قائد فاشل. على كل حال نحن في عجلة من أمرنا، إن أردت اتبعني من فضلك. هيا! ترى ما سر هذا الصمت الغريب يا تسوتسو؟ لا شيء، لن يتوقعوا أننا نطاردهم. دعونا نهاجمهم في الحال وبلا تردد. أيها القائد، من الأفضل أن نهاجمهم في الصباح، فالجنود متعبون الآن. كفى، لا أحب الثرثرة. لا نستطيع أن نهرب في الظلام إذا اضطررنا لذلك يا سيدي. جبان، اغرب عن وجهي. حسنا. اسمع رأيي يا تسوتسو، هذا الهدوء غريب جدا. أهو فخ. هل أنت خائف أيضا يا تان؟ حسنا، فليتبعني الجنود الشجعان فقط. هيا! يا للعار، خسرت كل شيء. أين أنت الآن يا تسو هانغ؟ ترى هل أنتم على قيد الحياة يا أصدقاء؟ لا أدري لماذا يحصل كل هذا معي. تسوتسو، قضي علينا، تلك هي النهاية. لا، سنقاتل حتى الموت. تركت أصدقائي وهربت من العدو، فلا غرابة أن يتركوني وحدي. البطل الحقيقي لا يهرب من ساحة المعركة. يجب أن لا نقف مكتوفي الأيدي يا تسوانغ. تسوتسو، ماذا ستفعل؟ أنت الرجل الذي يحتاج إليه الجميع اليوم. أرجوك حافظ على موقفك من أجل ذلك، أرجوك يا أخي. سأفعل؟ لا، بل أنت سامحني يا صديقي، كنت أنا أيضا مخطئا بحقك. أجل، لقد كنت متسرعا في تفكيري هذا. لننطلق ثانية. لقد قررت منذ الآن أن أعمل تحت قيادتك ولن أتخلى عنك حتى لو قتلت في سبيل ذلك. سوهانغ، أنا سعيد لأننا سنقف ثانية. نعم، بما أنك حي وسالم فإن جيشنا سيعود قويا كما كان. هذه الهزيمة جعلتني أعرف شيئا مهما جدا يا أصدقائي، هو أن أول شيء يجب أن أنجزه ثقتي بكم. أنا بطل الأوقات الصعبة، سأحقق هدفي وبأي ثمن، ولن يقف أحد بعد اليوم في وجهي، فلتأتي المصاعب كلها مجتمعة. آت سريعة. حسنا، هيا ادعو لي تانفو. حاضر. الويل لك يا عبد الرحمن إذا كان ما سمعته الآن صحيحا. أنا في خدمتك دائما يا سيدي.
سمعت أن برهان ذهب إلى سوكو. ما هو تقديرك لهدفه من هذه الزيارة؟ من الواضح أنه يهدف إلى عقد حلف ضدك مع سوكو. وأنا أعتقد ذلك يا تانفو، لكنني لست خائفا من تحالف عبد الرحمن وسوكو معا. سأهاجمهما وأثبت لهما أنني القائد الأقوى في البلاد.